فعد الصحابة ذلك من أعظم إنجازات عثمان رضي الله عنه. الأخ بيقول سيدنا عثمان لما القرآن الكريم اتجمع، سيدنا عثمان ليه حرق المصاحف وما خلاش إلا النسخة الوحيدة اللي هي بتسمى دلوقتي النسخة الإيه؟ العثمانية، اللي هو المصحف الأم الكبير. تعرفوا يا إخوة أنه لم يعترض على عثمان. طبعا الكلام ده أنا بقوله معتبر إيه؟ إن الأخ ماسك الريموت وقاعد فبيخش على قناة الشيعة يسمع الكلام ده، ودي فتنة ولا يجوز، لا يجوز المرأة أن يفتن نفسه. اللي عارفين إن الصحابة كلهم ما فيش واحد خالف عثمان في حرق المصاحف ولا واحد. بل عايز اقول لك على شيء، تدري انهم اثنوا على عثمان خيرا؟ قال لك عثمان اللي عمله ده تمام. ليه؟ لانه في الحقيقه لما الناس بدات ينتشر القراءات في الامصار، بدا عثمان رضي الله عنه خشي على القران ان يحرف، القران يتحرف، الناس بعد كده تتلوه على غير وجهه ويثبت على هذا من اختلاف هذه القراءات، فجمع الناس على ايه؟ على رسم واحد وعلى مصحف واحد. فعد الصحابه ذلك من اعظم انجازات عثمان رضي الله عنه. وكلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذلك كلام ممتع. فلما حرق بقيه المصاحف الاخرى ده كان عشان الابقاء على نسخه واحده الان، وده له اثر قديم بوي ولا ملوش معصوم؟ ليه مش كده؟ لما كان الصحابه يكتبون كلام رسول الله على حاشيه رقاع المصحف، كان يكتب الايه كده في ورقه زي كده، وبعدين يكتب ايه؟ يكتب على جنب كده حديث سمعه من النبي مهم، فغضب رسول الله وقال امحو، شيل ده خالص، لا يكتب احد شيئا الا القران بس. محدش يكتب القرآن بس. ليه؟ لحسن تكتب الحديث هنا يخش الحديث في القرآن. واحد تبص تلاقي قاعد يقرأ ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه، وبعدين يقول لك مثلا إيه، من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، يخش الكلام في مش كده؟ فخشي أن يزاد. عشان كده سيدنا عمر قال رجم رسول الله ورجمت، وأخشى أن يأتي أناس من بعد يقولون أنه لا رجم في الإسلام، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لكتبت الرجم على حاشية المصحف. ففي الحقيقة كان عمل سيدنا عثمان ده شيء عظيم جدا جدا.